حبايبي الحلوين، صباح الفل. عندنا النهارده جولة هتعجبكم قوي. انا عن نفسي مبسوطة بيها قوي. يعني هي تعتبر ايه؟ جولة في فسحة، في خروجة، في سياحة، حاجة كده يعني ميكس. يا رب الجولة تعجبكم ان شاء الله. واخداكم النهارده كده وراكبين السوزوكي الصغنططة دي، رايحين بيها حي الغورية. طيب هتروحي ازاي بقى بالسوزوكي دي؟ هقول لكم تركبوا ايه. اول حاجة انا نزلت محطة مترو باب الشعرية ومشيت بالظبط لحد ما وصلت تحت كوبري الازهر. ركبت السوزوكي دي عشان تاخدني توديني الغورية. طول ما انتوا ماشيين بقى الشارع ده كله كده، والحتة دي اسمها التربيعة، كلها قماش وجلد وفرو وحاجات حلوة قوي للناس اللي عايزة قماش. اما بقى الناس اللي عايزة تتفسح وغاوية اماكن سياحية واثرية واماكن طاقة ايجابية، تعالوا الغورية على طول، وش من غير كلام. هاخدكم افسحكم النهارده في كل حته في الغوريه. هتشوفوا حاجات رمضان، وهتشوفوا قماش، وهتشوفوا معايا كمان حاجات قديمه مبقتش تتصنع. طرابيش، عايزه اقولك صورت محل بيعمل طرابيش تحفه. اول مره في حياتي اشوف حد بيعمل طرابيش. حتى قلت له هو لسه في حد بيلبس طرابيش دلوقتي؟ ففهمني بقى يعني مين اللي بياخدها وكده. اولا ده مسجد السلطان الغوري. حاجه كده فخامه تحفه. كان نفسي ادخله من جوه بس طبعا ما دخلتش بصراحه. عايزه اقول لكم ان انا ضحكت على عيالي وجوزي وقلت لهم تعالوا افسحكم وانا اصلا نازله عشان اصور لكم فيديو. ماشي، فصدمتهم يعني. بس برضو فسحتهم. طلعت باب زويله وعملت حاجات حلوه جدا. هنا بقى الطرابيش. انا كنت هنا بقول له هو انت بتعمل ايه؟ هو ده في اول الغورية يعني مش بعيد. فبقول له انت كده بتعمل ايه؟ قال لي ده انا بنشيه علشان خاطر انتوا عارفين الطربوش بيبقى واخد شيب معين كده، ما مش بيتطبق، مش طري، مش عارف ايه، لا بيبقى ناشف كده ليه شيب وشكل معين. فهو هنا بينشيه علشان ياخد الشيب بتاعه ده ويفضل كده يعني ماسك نفسه. ماشي، بصوا شكلهم حلو ازاي. فبقول له يعني هو انتوا ليه بتعملوا طرابيش؟ هو لسه في حد بيلبس طرابيش؟ دي حاجات من العصر القديم. فقال لي ان احنا بنعملها لكل مشايخ الازهر، وكمان الناس اللي بتمثل مسرح والافلام القديمه والحاجات دي، فبيطلبوا مننا طلبيات ان احنا ننفذها لهم. كل الحاجات النحاس اللي انتوا شايفينها دي مقاسات الطرابيش، كل واحده بمقاس مختلف بيكبسوه عليها كده بشكل معين يعني. فقلت اوريكم الحته دي. بصراحه المكان ده كل ما انزل ابقى نفسي ومنى عيني اصور لكم لقطه الطرابيش دي، واخيرا حققتها. في كمان فوط كتيرة قوي، ومن ضمن المحلات مطلعين كده اللي انتوا شايفينه ده بالكيلو، والكيلو ب200 جنيه. عايزه اقول لكم في لبس خروج في الغوريه كمان. يعني مؤخرا كده بدات محلات تعمل لبس خروج وكاجوال وكده. في كمان اللي كليك الفرو دي قلت اوريها لكم. كل دي حاجات مستوردة، حاجات تحفة تحفة تحفة، خامتهم حلوة قوي، الفينش بتاعهم رائع. الكبير ب170، والاطفالي القمر الكتكوتي ده ب85 جنيه. طبعا دي اسعار مبدئية، مش اسعار ولا تصوير ولا اي حاجة، ده حبة سياحة كده وانتي ماشية. لكن طبعا لما تيجي تشتري بيبقى فيه فصال. برضو طقم الانتريه او الكفر بتاع الانتريه كنتوا بتسألوني عليه كتير قوي، فلما لقيته قلت اصوره لكم. ده كفر كامل من فوق لتحت. خامته متينة وفيها ستريتشي كده شوية، بحيث انها تاخد شكل الانتريه بتاعك. في عندهم الموديل ده، وفي عندهم الموديل القطيفة خالص اللي هو القطيفة السوفت الناعمة دي. وطبعا كل مقاس من دول وكل شكل انتريه من دول بيكون ليه موديل مختلف. طب الاسعار ايه؟ القطيفة السوفت الناعمة اللي قدامكم في العلبة دي، اللي هو كنبتين وكرسيين، تمنه 800 جنيه. اما بقى اللي شفناه في الاول تمنه 1100، وبرضو الاسعار دي لسه فيها كلام. زي ما قلت لكم جولتنا النهارده هيكون فيها حاجات كتير، ومن الضمن هتلاقوا محلات لبس كاجوال موجوده في حي الغورية. هدخلها واوريكم بعض الحاجات منها، اسعارهم كويسه قوي. وهنا كل دي المباني اللي انتوا شايفينها دي، طول ما انتوا ماشيين كده، على فكره المباني دي كلها فيها ناس. كل البيوت اللي انتوا شايفينها تحتيها محلات دي فيها ناس، ما عدا طبعا المباني التاريخيه والاثريه دي بتبقى مزارات. تمام. في لبس برضو كاجوال رجالي زي ما انتوا شايفين، وشبابي ومحيرات واطفالي. والستاند ده عليه سويتشيرتات ب200 جنيه، حلوه جدا زي ما انتوا شايفين، خاماتهم تحفه. وقصاد المحل ده هوريكم محل تاني برضو زي ما وريتكم الرجالي كده والاطفال. هوريكم كمان محل لبس كاجوال بعد سبيل محمد علي كده على طول. ده السبيل زي ما انتوا شايفين شكله حلو ازاي. قد ايه الاماكن دي جميله وكلها طاقه وحلوه قوي. انزلوا تتفسحوا وتتمشوا وتشتروا. وانتي رايحه الخياميه كده انزلي ادخلي من الغوريه،
ما تدخليش الخيامية من جوه، ادخلي من الغورية عشان تشوفي الاماكن الحلوة دي. انا مش عارفة دول بياخدوهم ليه. في الغالب على فكرة اللي بيشتري الحاجات دي الاجانب مش المصريين. هي بتتلبس على فكرة، بس يعني معرفش ما تمشيش بيها مثلا في الشارع او كده. وخامتها والنعل حتى بتاعها عامل زي الجلد، كلها في بعضها كده، جلد ما فيهاش ولا خشب ولا نعل ولا اي حاجة. بصوا المحل ده برضو في لبس كاجوال زي ما قلت لكم. عندها مثلا الهودي ده، هو اوفر سايز زي ما انتم شايفين كده، وتمنه 200 جنيه. عندها للسويت شيرتات دي 3 اسعار. تمام. في عندها البلاطي دي ب400 جنيه كلهم، كل الستاند اللي في الاول ده ب400. ماشي. وهوريكم بقى حاجات اطول شوية زي ده مثلا، ده ب500. تمام. يعني زي ما قلت لكم كده جولتنا هتكون ايه، ده ب400 برضو. هتكون ميكس كده ما بين كل الحاجات اللي موجودة في الشوارع دي. ده خامته سويدي، عامل زي القطيفة شوية كده، يعني ما بين الجوخ والقطيفة، مختلف شوية. في شراشيب كده ب300 جنيه، في منه كذا لون. تمام. هاخدكم برضه افرجكم على السويتات اللي جوه. ده ب220. ماشي، بألوانه زي ما انتم شايفين كده، ده اوفر سايز وطويل كمان. وده ب230 عشان اكبر سيكة. تمام. اكبر شوية كمان من اللي هو ب220. خاماتهم حلوة قوي ومقاساتهم كمان جميلة وسعرهم تحفة. بصوا كمان الاسود ده، شايفين الطول والعرض ما شاء الله، مقاساتهم حلوة قوي. في كمان فوق شوية حاجات برضو موجودة في الشميزات دي. بصراحة عندها تشكيلة حلوة قوي. وزي ما قلت لكم في محلين 3 كده بيبيعوا لبس كاجوال موجودين في حي الغورية. في ده ب150 جنيه، سعره تحفة، ب150 جنيه بصراحة يعني. وخامته حلوة قوي اللي في الاول ده. تمام. زي ما انتم شايفين كده عندهم تشكيلة حلوة. فقلت اديكوا برضو لفة كده في المحل اهو. دي البلاطي اللي ب500 علشان خاطر ايه، يبقى احنا شفنا كل حاجة، لبس ومفروشات وستاير وفوط وطرابيش وفسح وكل حاجة. وحاجات رمضان كمان هفرجكم عليها، يعني مش هنسيب حاجة ان شاء الله لما افرجكم عليها. تمام. طبعا الشنط اللي هي من القماش الدك دي او التوت باج دي، كلهم يعني بيشتغلوا فيها حرفيا، يقعدوا بيفصلوهم ويطبعوا لك كمان اللي انت عايزاه، وبيعملوها لك بطبعات خاصة بيكي انت تجيبي الرسمة اللي انت عايزاها وتقولي لهم عليها وهم يعملوها لك. شايفين يا جماعة المساجد عاملة، المسجد ده عايزة اقول لكم انا هوريكم من فوق. يعني انا هطلع باب زويلة من هنا وهوريكم المسجد ده من فوق عامل ازاي. حاجة وهم، مساحة وهمية بجد. ما كنتش متوقعة ولا متخيلة ان كل ده مساحة المسجد. انا طبعا ما دخلتوش من جوه، بس لما بصيت بقى عليه من فوق، من لما طلعت باب زويلة لقيت المساحة مهولة ما شاء الله. بصوا دي الشنط زي ما بقول لكم، السعر هنا بيبدأ من 35 جنيه، بيختلف على حجم الشنطة لحد 75 جنيه. تمام. شايفين باب زويلة. عايزة اقول لكم المكان ده من جوه حاجة تانية خالص، ما كنتش عمري في حياتي اتخيل ان هو بالجمال ده. ده كحيل كربت، وصورت لكم عنده اكتر من مرة، لان من احلى الاماكن اللي بحب اروح اصور فيها وبعمل لكم فيها جولات هي حي الخيامية بصراحة. دي البوابة، هندخل من هنا. ايوه، شايفين الباب الصغنطوط ده، هيوديكوا عالم تاني بجد. انا اصلا كنت مرعوبة وانا داخلة ومرعوبة وانا طالعة السلم، عالية جدا. وبصوا يعني هتشوفوا معانا تجربة النهاردة حلوة قوي. هنا في تذكرة بتدفعي 10 جنيه، والاطفال 5، ولو طلبة بيدفعوا برضو 5. ماشي. ما كنتش برضو اتخيل اصلا ان في من جوه ناس بتدخل وتتفسح وتخرج وتتصور، ما كنتش اعرف. يعني طول عمري اعدي، كل الحكايه بيني وبين باب زويلة دي ان انا بعدي من تحت البوابه مش اكتر. كنتش اعرف انها من جوه مزار سياحي، ولا ان فيها حجرات ولا الكلام ده خالص. يعني ده كل ده لسه في اول دور. عايزه اقول لكم ده دولاب كده، وكله حاجات صيني قديمه جدا مفتفته، ومحتفظين بيها كلها زي ما انتم شايفين كده. انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان هم في حاجات ممكن يشيلوها كده. بصوا في فتحات بقى فوق، عايزه اقول لكم ومكتوب عليها كلام مرعب. هوريكم كل ده. انا السلالم دي كانت رعباني وانا طالعه كده، عماله اقرا قران واقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا خايفه، انا عمري ما طلعت يعني مكان قديم قوي كده. وكنت خايفه حتى امسك السور. بصوا السور
الخشب وبس. المكان قوي ومتين، ما تقلقوش، ده الكلام ده رعب مني انا شخصيا بس، لكن الناس طالعه ونازله وبيطلعوا فوق يتصوروا. وعايزه اقول لكم طالعين فوق، عارفين مش في 2 مبنى كبار كده فوق البوابه، بيطلعوا فوق خالص، يعني على اعتبار مثلا او على غرار كده الدور ال13 حاجه كده، ارتفاع عالي جدا. لكن انا لا طبعا، انا كان اخري هنا وكنت مرعوبه. انا كان هنا ساعتها جوزي وولادي هم فوق سبقوني عشان انا ما كنتش معاهم من الاول. واتفقنا ان احنا نتقابل يعني هناك وكده، فاتصلت بيهم بقول لهم انتوا فين، فاكرهم مثلا في المسجد الغوري ولا هنا ولا هنا. قالوا لي لا ده احنا فوق. بص لنا احنا فوق. فوق فوق فين يا ناس؟ بصيت لقيتهم فوق، كنت طالعه مرعوبه مرعوبه والله العظيم. بس فعلا المكان حلو جدا. ببلاش ان انتي تدخلي تشوفي مكان زي ده، تقعدوا في الهوا، تتفرجوا على مكان كده قديم وكله سحر، والله العظيم مكان ساحر بجد. بصوا احنا طالعين اهو، بعد ما نطلع كده هاخدكم ونخش غرف ونروح نشوف بوابات، وهنشوف الباب القديم وقبل ما يرمموه وتواريخ وحاجات جميلة جدا. شايفين الساحة دي؟ كل الساحة دي كلها كده بتبص بقى على المنطقة دي من فوق، بجد شكلها رائع. شايفين المبنى اللي قدامكم العالية قوي دي، او المبنى العالي ده انا مش عارفة اسمه ايه، ده الناس البرج ده، البرجين دول الناس بتطلع تقعد فيهم من فوق. يعني كان في ناس فوق، في هنا غرفة ان هي تدخلي منها. بصوا يا جماعة المكان مرعب ازاي، والله العظيم قمة الرعب. انا عايزة اقول لكم انا كنت ماشية هنا زي الاطفال اللي بتتعلم المشي، خايفة لحسن اجي كده ولا اجي كده لا اقع. والله العظيم يعني عيال الصغيرين هم اللي كانوا بيمشوني وانا اقول لهم حاسب من هنا، اوعى تمشي من هنا، زي المجانين بالظبط. بصوا شايفين الابراج دي زي ما قلت لكم كده، الناس بتطلع السلالم بتاعتها من هنا. لكن انا بقى مش هنطلع، انا هننزل بقى، يعني في دخلة تانية كده هاخدكم اوريكم الغرف اللي جوه دي فيها ايه. المكان فعلا حلو قوي وطاقته جميلة زي ما قلت لكم. اول مرة في حياتي اتخيل ان انا ممكن ادخله، اللي دخلني العيال، انا ما كنتش اعرف ان هم اصلا بيطلعوه او ان هو ليه مدخل او مزار او كده، مختلف جدا. رحلة حلوة عجبتني قوي، بس كانت مرهقة ومتعبة جدا علشان خاطر المشوار بقى وكده، المشي كتير. شايفين دي غرف، انا حاسة ان انا داخلة مقبرة اثرية من بتاعة الفراعنة زي اللي بنشوفها على التلفزيون، وتفضلوا تنزلوا 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 بالظبط زي المقبرة الفرعونية بالظبط. بصوا شايفين الفتحة الصغيرة دي بتوريكي حي الغورية والدرب الاحمر من الباب الصغير ده. اللي قريته بقى على الحيطان والحاجات اللي هم كاتبينها ان الفتحات دي كانت زي قلعة كده، والفتحات دي كانوا بيبصوا فيها او بيراقبوا منها الاعداء بتوعهم او كده. وكان في فتحات كمان هوريها لكم كمان شوية تقريبا هنا، كانوا بيحموا القلعة بتاعتهم بان هم بيصبوا زيت مغلي على الاعداء لما يجوا يقربوا من البوابة بتاعتهم من خلال الفتحات دي. انتوا متخيلين؟ بصوا كمان الحاجات كل دي حاجات اثريه يا جماعه. بصوا بجيب لكم اللي مكتوب عشان لو حد حابب يتثقف يوقف الفيديو ويقرا برضو الحاجات التواريخ والحاجات دي. بصوا المكان من فوق تحفه. ده المسجد اللي كنت بقول لكم عليه، هوريكم مساحته عامله ازاي دلوقتي. بصوا ده الحته اللي بقول لكم عليها برضو، هتلاقوا هوريكم برضو اللي مكتوب عندها. دي فتحه كده صغيره، بصوا في فتحة هنا صغيرة كده، دي بقى اللي كانوا بيكبوا منها الزيت المغلي على الأعداء فوق البوابة كده اهو. بصوا انا هقرب لكم زوم على الكتابة عشان تقروا اهو. يوجد فتحات خاطرة كانت تستخدم لصب الزيت المغلي على الأعداء. تمام، حلوة جدا بصراحة، المكان تحفة. الوقت كان حوالي الساعة 4 4 ونص حاجة كده. بصوا من 1316 سنة 1316. دي البوابة القديمة بقى، ده باب زويلة القديم، يعني قبل ما يعملوا البوابة الجديدة. كل فتفوتة خشب شايلينها منه، عينينها وحاطينها في دواليب كده، كل مسمار من دول شايلينه حاطينه في دواليب. بصوا
كل دي لوحات بتشرح حالة الباب قبل الترميم وبعد الترميم وشكله ومش عارف ايه. وفي صور كده جايبينها برضو على الناحية التانية، وهما بقى بيرمموه بيجددوه. المكان تحفة بجد يا جماعة، اي حد عايز يغير جو. بس طبعا تخلي بالكوا جدا عشان خاطر برضو المكان خطر جدا بالنسبة لي، انا خوافة جدا بصراحة. تمام. بصوا دي برضو المسامير، كل الحاجات المسامير والحاجات دي كلها محافظينها، حتى حتة الخشب الصغيرة حاطينها برضو في الدواليب زي ما انتوا شايفين كده. تخيلوا بصوا اهو. قلت برضو اوريها لكم. لسه الجولة بتاعتنا ما انتهتش هنا، هتشوفوا حاجات كتير جدا معانا في الجولة النهاردة، هتروحوا اماكن مختلفة كتير. بصوا 1314 تواريخ قديمة ومحفورة يعني عدى عليها مئات السنين وهي زي ما هي. طبعا انا هنا جيت اصور، اترعبت من المنظر، مرضتش اصور يعني، مرضتش ابص. انا كنت مرعوبة. كلمة لا مرعوبة ايه ده، انا كنت مرعوشة مش مرعوبة. عايزه اقول لكم المكان تحفه، صورت فيه صور كتير قوي، ممكن احط لكم شويه صور كده في نهايه الفيديو. بصوا كمان المسجد ده، المسجد ده اللي كنا احنا اسمه مسجد مؤيد شيخ، المؤيد شيخ. تمام، اسمه كده مسجد مؤيد شيخ. كبير جدا جدا. بصوا ما شاء الله شكل المكان من فوق يهوس، بس من بعيد لبعيد برضو. يعني انا عايزه اقول لكم انا كنت بعيد عن السور بامتار. تمام، لان كنت خايفه ان برضو السور مش عالي خالص، الساحه اللي فوق دي السور بتاعها مش عالي، ممكن تطلعوا الساحه اللي فوق دي كمان. تمام. بصوا المكان من فوق يجنن بصراحه. يعني هوريكم الطابق ده، انا وريتكم كده الطابق اللي في النص، هطلع بقى اوريكم الطابق اللي فوق. هنا الفتحه دي بتبص على حي الخياميه والدرب الاحمر من هنا. رائع يا جماعة، ده برج مراقبة تقريبا، اللي هو يراقبوا الناس كده من بعيد لبعيد. بصوا والله كأنك بالظبط داخلة مقبرة بجد. بصوا كل مكان او كل حائط محطوط عليه كده زي وصف او حاجات كده تعرف الناس بالمكان وكده. شايفين البرجولة الحلوة دي برضو؟ كل دي بقى قعدات في ناس فوق كتير كانوا موجودين طبعا، بس انا كنت بصور المكان اللي مفهوش حد. شايفين تحفة ازاي؟ بجد جامد جدا ما شاء الله. اهو دي بقى السلالم اللي بتطلعك على الابراج من فوق خالص. دي بقى الناس اللي هي غاوية مرتفعات وما بتخافش. تمام، انا عن نفسي اول مرة في حياتي اعرف ان انا بخاف من المرتفعات بصراحة، بس مش اي مرتفعات، دي مكشوفة منها للهوا كده، يعني منك للسما على طول، ففعلا مرعبة. بصوا دي زي خريطة كده. تمام. بصوا الحاجات دي انا عشان اقعد هنا اخد صورة كنت مكلبشة في نفسي ومكلبشة في السور وكنت مرعوبة. فعلا المكان مرعب مرعب بجد، مرعب. يعني كل ما تحمله الكلمة من تورية، يعني مرعب تاخدوها بمعنيين، مرعب من كتر ما هو حلو ومرعب من كتر ما هو مخيف، اتنين مع بعض. بصوا المسجد مساحته قد ايه، انا عايزه اوريكم بس سقف المسجد من فوق مساحته قد ايه عشان تتخيلوا معايا الناس اللي مدخلتش المسجد ده. انا هنا بوريكم ان تذكرة الاطفال ب5 والتذكرة الكبار كانت ب10. معرفش انا وريتكم تذكرة الكبار ولا لا. المكان نضيف جدا، فل ما شاء الله تحفة. بصوا مساحة المسجد يا جماعة، ده سقف المسجد. تخيلوا ان ده كله المساحة اللي فوق دي كلها اللي انتوا شايفينها دي كلها دي بتاعة المسجد. كل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده السقف بتاع المسجد ده. هروح اوريهولكوا تاني اهو، ده المسجد وده السقف بتاعه. تخيلوا بقى من جوه ده عامل ازاي او مساحته عاملة ازاي. من احلى الاماكن اللي ممكن تزوروها في حياتكم كلها باب زويلة، من احلى الاماكن بجد. تمام، هننزل وهوريكم بقى الدخلة اللي انا موريتها لكوش واحنا طالعين. بصوا الحاجات القمر دي، بوابات ما تعرفوش، فواصل كده. برضو هنا في لوح ارشادية لكل الناس عشان لما تيجي تبقى عارفة التاريخ والحاجات اللي حصلت. وجامع المؤيد اهو، جامع مؤيد شيخ ده اللي هو بره، اللي انا كنت لسه بوريكم السقف بتاعه من شوية.
بصوا حاجات انا بصراحه اول مره اشوفها. انا عن نفسي ما بزورش اماكن سياحيه كتير او ما بروحش اماكن اثريه كتير، فكل يعني اخري بالحاجات دي مثلا رحلات المدرسه لما كنا صغيرين. لكن بصراحه المكان ابهرني بجد، خلاني كده جالي فكره في دماغي ان انا اعمل لكم جولات من دي كتير. قولوا لي برضو لو انتوا حبيتوا ان الجوله يكون فيها كده جانب اماكن سياحيه، اماكن اثريه، اماكن قديمه ما رحناهاش خالص. قولوا لي برضو في الكومنتات لو حبيتوا النوع ده من الجولات. يعني نجدد ونغير ونكسب جولات كده مختلفة ونروح أماكن مختلفة. شايفين اللي انتوا شايفينه ده؟ انا كنت كل ما اجي خلاص اقول خلاص انا صورت كل حاجة، الاقي لا، ده حتى الحيطان لازم تتصور، حتى الأعمدة اللي معمولة بالطراز الروماني لازم تتصور. حاجات حلوة جدا. بصوا اهي. انا بجد كنت مبهورة بالمكان جدا وكنت خايفة بس فعلا المكان يستاهل زيارة. الناس اللي عايزة تغير جو يا جماعة، الأماكن دي كلها طاقة، كلها فعلا طاقة إيجابية بجد. دي البوابات اللي دخلنا منها. ماشي، هنخرج بقى عشان خاطر أكمل لكم. لا الجولة بتاعتنا ما انتهتش هنا، استنوا هوريكم بقى. هنا احنا هنا تحت البوابة تاني عند الشموع بقى والحاجات دي. عايزة اوريكم بقى شغل رمضان برضو، الناس اللي عايزة تجيب شموع فواحات الحاجات دي موجودة. ده محل جابر الشماع او اولاد جابر الشماع على حسب يعني. كنت صورت لكم عنده كده من اسبوع تقريبا شوية حاجات صغيرة. بصوا كمان الحاجات بتاعه رمضان دي حلوة جدا، جميلة ما شاء الله. بصوا هوريكم حاجات اللي سألت على سعرها دي تمنها 300 جنيه. وكمان هوريكم حاجة تانية. التلات الفوانيس اللي مع بعض اللي فوق ب600، دي ب300. تقيلة جدا، خامتها تحفة، جامدة بجد، تحفة. في منها الدورين بس اللي دور واحد دي جميلة جدا وتمنها 300 جنيه ان شاء الله. برضو خدت منه ميعاد يعني ان احنا نعمل عنده جولة تفصيلية بقى وكده. طلعنا هنا من البوابة وهنا مش هنخش الخيامية، هنخش شمال الدرب الاحمر. هوديكوا فين مش عارفة، هوريكوا شوية حاجات. وبتهيالي كده احنا اصلا جولتنا ممكن تكون خلصت. يومها رحنا كلنا عند ملك الرنج، هديكوا من عنده لقطة كده. حاجته حلوة قوي ونضيفة جدا واسعاره حلوة جدا. وهوريكوا شوية صور كده من اللي خدناها في المكان عشان ايه يبقى انتوا شفتوا كل الجولة. في كمان واحنا راجعين الراجل بتاع المخللات ده راجل طيب قوي اهو. المحل بتاعه كده صغنطوطي كده وعامل مخللات تحفة زي ما انتوا شايفين كده. الاسعار عنده من اول 10 جنيه، 10 20 30 زي ما انتوا عاوزين. تمام. المكان يا جماعة مختلف بكل المقاييس بصراحة. الجردل الكبير ده ب90، البرطمانات الصغيرة اللي قدامكم دي ب10 وب20 وب30 على حسب يعني حجم البرطمان. هما 3 مقاسات، 10 20 30. وتقدري تاخدي بقى في الاكياس زي ما انتوا عاوزين، ب20 ب30 زي ما انتوا حابين. واحلى حاجة ان هو عنده ليفلات للمخلل، بارد وحامي ووسط. وبكده يا حلوين تقريبا احنا خلصنا الجولة بتاعتنا. اتمنى انها تكون خفيفة لطيفة كده على قلوبكم. خدت شوية صور هناك عجبوني بصراحة، قلت ايه اوريكم ان المكان ده فعلا حلو قوي لو هتروحوا حتى تتصوروا وتتفسحوا. هنا كنت مرعوبة على فكرة، كنت مرعوبة عشان خاطر ورايا يعني مفيش حاجة، يعني مش عايزه اقعد، انا عايزه بس ايه اخد الصوره كده كاني قاعده كده وخلاص. فقلت احط لكم كام لقطه كده من اللي اتصورتهم هناك. تمام. ويا رب الجوله تكون عجبتكم يا حلوين. ما تنسوش بس يا امورات تقولوا لي في الكومنتات لو انتوا عجبكم النوع ده من الجولات، يعني نطور نغير نجدد. قولوا لي كمان اقترحوا عليا اماكن تكون حلوه زي كده ان احنا نروح نصور فيها جوله حلوه كده تعجبكم. وبرضو هستنى رأيكم في الكومنتات على الجولة دي بالذات، وهل التغيير مطلوب ولا نخلينا زي ما احنا ولا ايه. عشان انا فعلا عجبني التغيير قوي ان احنا نروح اماكن مختلفة، اماكن كده ليها طابع خاص ما رحناهاش قبل كده. زي ما قلت لكم هستنى رأيكم في الكومنتات يا حلوين. ما تنسوش لايك للفيديو، لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة، فعلوا الجرس للكل. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.